شكرا جزيلا. السيد منسق، السادة المتحدثون، الإخوة والأخوات الحضور، أحييكم بتحية الحق والحرية، تحية المحبة والإنسانية وقبول الآخر. ابتداء أود شكر المنظمتين الراعيتين لهذا اللقاء، السادة حركة ضمير والسادة منظمة همينة المغرب، وأنا شخصيا أمثل منظمة همينة الدولية، والتي همينة المغرب تعد جزء مهم جدا منها. أشكر السادة على هذه الفرصة الجريئة التي تتاح لنا جميعا للتحدث وفتح القلب تجاه الجميع، لكي نفتح قلوبنا حتى تكون نقطة لقبول بعضنا البعض. إخواني وأخواتي، إن حرية الفكر والوجدان والمعتقد هي ركن أساسي من منظومة حقوق الإنسان، وإذا سقط هذا الحق تهاوت تباعا باقي الحقوق. حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية. هذا ما قاله طالب شاب صغير في دولة الاتحاد السوفيتي وهو من المنطقة، من مصر، أمام رئيس جمهوريته في أحد الأيام، لتبقى هذه الكلمة ترن وتصدح في أذن الجميع. حرية الكلمة، وهي بالتالي حرية الضمير، حرية الفكر، هي المقدمة الأولى للديمقراطية. سادتي وسيداتي وأنساتي، ما يحدث في منطقتنا، وأنا كنت أشاهد بتأثر شديد ما قالته النائبة العراقية، وكان صعبا علي أن أتحدث بعدها، لأن من لا يشعر بهذا الشعور والألم الذي ألم بمكون رئيسي في هذه المنطقة هو خارج عن الإنسان. من لا يشعر بهذا الشعور، ما يحدث في منطقتنا من كراهية، من اقتتال، من تهجير، من طائفية بغيضة، هو أساسه عدم قبول الآخر، عدم قبول حريته في ضميره وفكره ووجدانه ومعتقده. عندما يجبر الشخص على اعتناق معتقد معين أو إيمان معين، ويمنع من أن يكون له حرية الخيار كونه ولد من ديانة معينة أو من طائفة معينة، هذا قمع وقتل لأسس الحرية، لأسس الديمقراطية، لأسس قبول الآخر. عندما أعطي لنفسي الحق بأن أكون الراعي والمسيطر والمقرر لما يجب أن يعتقده ويؤمن به الآخر، عندما أعطي لنفسي الحق بأن أطهر عرقيا أي شخص أو أي جماعة تؤمن بفكر آخر، عندما أكفر من لا يؤمن بمعتقدي وفكري بغض النظر، سواء كان هذا الإيمان بالمعتقد كدين أو بالمعتقد بعدم قبول أي معتقد ديني. ما تحدثت فيه النائبة في العراق من تهجير لليزيديين وتهجير للمسيحيين في منطقة الموصل وسهل نينوى، ونحن في الأردن رأينا وشاهدنا المأساة التي ألمت بهذه العائلات التي طردت لا لشيء، فقط لأنها تختلف في الإيمان.
أنا لا أتهم دينا لكن أتهم فكر. عندما يكون هناك فكر متشدد يرفض الآخر، يرفض وجود الآخر في منطقته، هنا لابد أن نبحث عن أساس المشكلة. لابد أن نبحث عن من أعطى الحق لهؤلاء حتى يكون عندهم مثل هذه السلطة لقتل وتشريد وسبي واستباحة الأعراض والأموال. من أعطى الحق لهؤلاء؟ من أعطى الحق هي مجتمعاتنا، هو ماضينا الذي عانينا منه، هي تربيتنا التي كانت مبنية على القمع، سواء في التربية القانونية في القوانين أو في التربية البيتية. كنت أتحدث أنا وفضيلة السيد ميثم عن التربية. لماذا وجد القمع في داخلنا؟ هذا القمع موجود في الأساس، عدم قبول الآخر هو شيء موجود داخلنا، وعلينا أن نعمل بجهد متواصل للتحرر من هذا الموضوع. أريد أن أتحدث كشهادة على واقعة معينة، هي قضية جدلية جدا، وهي قضية المعتقد وحرية الشخص في أن يكون له معتقده الخاص. هل يحق لي أن أعتنق معتقدا سواء أكان دينيا أو أفكار غير دينية؟ هل يحق لي أن أغير معتقدي ولا أتعرض للمساءلة القانونية والمجتمعية؟ هناك قضية هي قضية الردة. قضية الردة هي قضية خطيرة غريبة قمعية للفكر والوجدان والضمير. إذا كنت أعتنق إيمانا معينا بالوراثة بالولادة، وجاء الفكر بأن أعتنق إيمانا آخر، سواء كان هذا الإيمان هو إيمان ديني أو غير ديني، أتعرض في دول كثيرة إلى مساءلة قانونية تحت مسمى جريمة الردة. في مجتمعاتنا والحمد لله عقوبتها ليست القتل والإعدام إلا في حالات متطرفة مثل داعش والنصرة وبعض الجماعات الأخرى، لكن أمام قضاء قانوني يحترم يواجه الشخص المتهم بالردة عقوبة القتل المدني. فإذا ثبت عليه ورفض إنكار ردته يعاقب بعقوبة أن تسحب منه كامل حقوقه المدنية. عندنا في الأردن تسقط حقوقه المدنية كاملة، تسحب منه هويته وجواز سفره، تطلق زوجته سواء كانت مسلمة أو كتابية، يسقط حقه في الميراث وحقه في العمل، تسقط كافة حقوقه، ويصبح هذا الشخص بلا هوية ولا اسم. تعرض الكثير لمثل هذا العقاب الشديد اللي باعتقادي لو كان عقابا جزائيا قد يكون أرحم من هذا العقاب. السؤال هو إلى متى سنبقى نقبل، وإلى متى تبقى قوانيننا عاجزة عن إنصاف مثل هذا الشخص ومنحه حريته؟ طلب السيد المنسق أن أنتبه للوقت، وأنا أشكركم جزيلا لاستماعكم ولتفهمكم، وأشكر جميعا قلوبكم الدافئة
التي تقبل وتحتضن الآخر ولو كان مختلفا عنكم. وشكرا.